السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناتكم أخبار رادار أنفو. إن شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، ونشكركم بزاف على ثقتكم الكبيرة فينا وعلى تفاعلكم الدائم. اليوم وبناء على الأسئلة اللي وصلتني في القناة حبيت نجاوب عليها كاملة في هذا الفيديو باش الناس تستفاد وتفهم الوضع الحقيقي بعد القرارات الأخيرة اللي تخص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون. وراني نطلب منكم فضلا وليس أمرا تدعمونا بالإعجاب وبالاشتراك، لأن دعمكم هو القوة اللي تخلي القناة تستمر وتوصلكم المعلومات الصحيحة والموثوقة. نروحوا ديريكت للموضوع. القرارات الأخيرة اللي تخص رفع السميك أثرت على كامل فئات المجتمع: العمال، الموظفين، المتعاقدين، المتقاعدين، البطالين، وحتى الناس اللي تستفاد من المنح الجزافية الخاصة بالتضامن والأمراض المزمنة والعاجز. السميك اللي كان 20,000 دينار ولا إن شاء الله 24,000 دينار، ونفس الشيء بالنسبة لمنحة البطالة اللي ولات 18,000 دينار. هنا بزاف ناس تسقسي وش راح يتبدل؟ وش راح يمسني أنا شخصيا؟ باش نفهموها مليح لازم نعرفوا باللي العامل اللي كان راتبه في الصنف واحد وبعد اقتطاع 9% للضمان الاجتماعي كان صافي راتبه يقترب ل 18,000 دينار، يعني قريب لمنحة البطالة، وهذا شيء غير منطقي اجتماعيا واقتصاديا. ومن هنا الدولة اضطرت ترفع السميك قبل ما ترفع أي منحة أخرى. ومن بعد قرار رفع السميك، رئيس الجمهورية كلف وزير المالية باش يبدأ دراسة جديدة تخص زيادات المتقاعدين، لأنه الحد الأدنى للمعاش مرتبط بالسميك بنسبة كبيرة، وبالتالي أول تغيير مباشر رايح يمس: 1. أجور العمال والموظفين، 2. المتقاعدين، 3. منحة البطالة، 4. المنح الجزافية للفئات الهشة. ومن المتوقع بزاف أن ترتفع حتى منح الأمراض المزمنة والعجز وذوي الهمم، لأنه ما يقدروش يبقوا بأقل من منحة البطالة الجديدة. نجيء للزيادات في الأجور. الزيادة ما هيش نسبة واحدة للجميع، بل السلم يكون تدريجي. كل ما كان الصنف منخفض كل ما تكون الزيادة أكبر، والعكس صحيح. مثلا الصنف 1 الزيادة حوالي 4,000 دي جي، الصنف 2 حوالي 3,800 دي جي، الصنف 3 حوالي 3,600 دي جي، وتنقص تدريجيا حتى توصل للمهندسين والأطر العليا. وهذا معمول به في معظم دول العالم، لأن الفئات الدنيا هي الأكثر تضررا من الأسعار. بالنسبة للضرائب والضمان الاجتماعي كاين تخفيضات ضريبية حسب مستوى الأجر: أقل من 30,000 إعفاء، من 30 ل 40,000 تخفيض 23%، من 40 ل 80,000 حوالي 27%، وأكثر من ذلك النسب ترتفع تدريجيا. بعد رفع السميك الصافي نتاع الصنف 1 يتحسن بشكل ملحوظ. نروح للنقطة المهمة: هل رفع السميك يأثر على الاقتصاد الوطني؟ الحقيقة بالعكس، رفع السميك هو قرار اجتماعي واقتصادي في نفس الوقت، لأنه يزيد الاستهلاك، ينشط السوق، يخلق فرص عمل، يخفض البطالة، وحتى يعزز قيمة الدينار، خصوصا في القطاعات الشاقة كما البناء والمحروقات والمناجم. اليوم لازم يكون توازن جديد بين الأجور والمنح، لأنه ماشي منطقي عامل يخدم 8 ساعات يتقاضى أجر قريب من منحة بطالة، وماشي منطقي متقاعد خدم 30 سنة يخرج بمعاش أقل من منحة التضامن. ولهذا اليوم راكم تشوفوا حديث على إعادة هيكلة الشبكة الاستدلالية للأجور، وزيادات تدريجية في السميك، وزيادات في منحة البطالة، وحتى مراجعة المنح والتعويضات كامل. احنا داخلين في مرحلة انتقالية مهمة راح تبدل خريطة الأجور والمنح في الجزائر. بالنسبة للمتقاعدين، الحكومة راهي تحضر زيادات جديدة ويتوقع الإعلان عليها قريبا إن شاء الله، وغالبا تدخل بأثر رجعي من شهر يناير حتى لو ما تطبقش مباشرة في بداية العام. الزيادات تشمل: 1. التثمين السنوي للمعاشات، 2. زيادة استثنائية بسبب رفع السميك، 3. دراسة لتحسين منح ذوي الدخل المحدود. لكن رغم هذا كامل تبقى الأسعار المرتفعة هي المشكلة الأساسية، لأن الزيادة وحدها ما تكفيش إذا بقات الأسعار ترتفع بدون رقابة. لازم إصلاح اقتصادي شامل، مش فقط رفع أجور. الدراسات تقول باللي الأسرة الجزائرية تحتاج ما بين 50,000 حتى 80,000 دينار باش تغطي احتياجاتها الأساسية، وبالتالي تحسين المعاشات والأجور ضرورة ملحة. في الختام نقدر نقول أنه سنة 2026 إن شاء الله راح تكون سنة التغيير،
خاصة للمتقاعدين والموظفين، مع وجود خطة واضحة لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة التضخم وحماية الفئات الهشة. كان هذا آخر المستجدات حول زيادة الأجور والمعاشات ومنحة البطالة في الجزائر. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وخليونا رأيكم في التعليقات. هل تشوفوا هذه الزيادات كافية أو ما زالت غير كافية؟ تهلاو في وحكم وربي يحفظكم. السلام عليكم.